والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم لتالت مرة، أنا اكتشفت حاجة مهمة أوي، إن إحنا كجمهور الأهلي بنزداد فخر بالنادي حتى وهو بيتهزم. يعني لما تقعد تفكر كأهلاوي مدى عظمة الأهلي لما بيتغلب من فرقة ملهاش لازمة ولا ليها عازة ولا ليها وجود على خريطة الرياضة العالمية ولا أي حاجة زي الهلال السوداني، وكمية الزيطة اللي فرحانين بيها دي، تعرف قد إيه قيمتك. انت يا جماعه، انا اكتشفت ان انا بعرف قيمتي كاهلاوي وقيمه النادي اللي انا بشجعه، مش بالفوز بالبطولات ولا الفوز بس، بالهزيمه كمان. انا بعرف قد ايه قيمتي لما تشوف جماهير الزمالك ونادي الزمالك البليله اللي بمجرد ما الاهلي ما بيكسب، ما بيتغلب او يتعادل او حتى بيتعادل مع اي فرقه تانية، كميه التحفيل والفرحه اللي بتحصل، اعرف قد ايه انت نادي عظيم. انا كنت بشجع النادي الاهلي من وانا عمري 6 سنين، وانا عمري دلوقتي داخل في 39 سنه. اكتشفت ان انا بشجع الاهلي في الفوز والبتاع والبطولات بس، وبحس بالفخر معاه بكده بس. لا، انا بحس بالفخر مع الاهلي حتى في الهزيمه. ده اللي أنا اكتشفته. شكرا الهلال السوداني وشكرا جماهير الهلال السوداني، والله العظيم بجد الاهلي عظيم. الترجي لما بيكسب الاهلي او يتعادل معاه بيعملوا فرح في تونس. الوداد المغربي لما بيكسب الاهلي او بيتعادل معاه بيعملوا فرح في المغرب. كل فرق افريقيا بلا استثناء لما بيكسبوا الاهلي بيعملوا فرح في بلدهم، مش لاجل الفوز سواء خد من اهلي بطوله او حاجه، بيفرحوا بالفوز او التعادل مع الاهلي علشان ده الاهلي، اكتر ما بيفرحوا بان هم خدوا 3 بونت او خدوا بطوله على حساب الاهلي. انا اكتشفت ان انا بجد بشجع نادي اعظم من العظمه، اعظم من العظمه. انا كنت بقول النادي الاهلي عظمه عشان بيكسب وبياخد بطولات وبتاع ومشرفنا في المحافل الدوليه والمحليه والعربيه وكل حاجه. لا، ده انا بفتخر بالاهلي قسما بدين محمد، اشهد قدام ربنا ان انا بفتخر بيك يا اهلي حتى في هزيمتك. على الفرحه بتاعت السودانيين ان هم كسبوك 1-0 بجون باي لك ملوش اي عايزه وما كانش ليه وجود في الماتش، ولا الترجي لما بيكسبك بيعمل فرح ازاي، ولا الوداد ولا الزمالك ولا الاسماعيلي لما بيتعادل معاك، الانديه المصريه ولا الانديه العربيه ولا الانديه الافريقيه ولا الانديه العالميه بتفرح ازاي لما بيكسبوا الاهلي. الاهلي فعلا والله، ومش كلام ميديا، والله 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 الاهلي قيمة كبيرة جدا 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 في الفوز بالبطولات وفي التعادل وفي الهزيمة. اكتشفت انك يا اهلي في الهزيمة اعظم من العظمة. هزيمتك ما بتمرش مرور الكرام على الفايز قبل قبل جماهيرك، على الفايز.